السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا أبطال أولى ثانوي، أهلا بيكم. معاكم مستر أحمد حسن على قناتكم مملكة المؤرخات، وإن شاء الله النهاردة جايين مع بعض نكمل رحلتنا، رحلة تاريخ أولى ثانوي. عندنا النهاردة إن شاء الله حل الأسبوع الثالث من التقييمات بتاعة الوزارة. تعال نبدأ مع بعض على طول وندخل في الموضوع. طبعا التقييم الاسبوع ده على النصف الاول من الدرس بتاع على الدرس بتاع الحضارة الفينيقية. تعالى كده نشوف مع بعض السؤال الاول في ورقة عمل الحصة. خلينا بس نغير كده شوية الالوان اللي فوق دول. لون الاسود خليه لون ازرق بس كده. يلا بينا. السؤال الأول بيقول: أقامت فينيقيا عدد من المستوطنات داخل مياه البحر المتوسط. استخدمت تلك المستوطنات الفينيقية طبعا كمحطات تجارية. المستوطنات هو قصده بيها مدينة قرطاجة، وقرطاجة مستخدمة كمحطة تجارية ليهم. أي من المدن الفينيقية نالت شهرة كبيرة وتقدمت في فنون العمارة. المدينتين اللي نالوا شهرة كبيرة وتقدموا في فنون العمارة مدينة أوغاريت وصور. قلنا إن مدينة أوغاريت فن تجارة عمارة، ومدينة صور اللي كان حواليها سور بيحميها من الأعداء. اعتبر الفينيقيون أن تكوين الوحدة السياسية في بلادهم سيكون على حساب الأمان والاستقرار. ليه؟ لأن هم شايفين إن عشان أعمل وحدة سياسية هخش بقى في حروب وخناقات، وأنا مش عايز الكلام ده. أنا مركز بس في عملية البيع والشراء والتجارة، وأنا كده مستقر، وأنا كده عاجبني نفسي. أخذت بلاد فينيقيا شهرة دينية كبيرة، فكانت مهد الديانة اليهودية والمسيحية، وساهمت بدور كبير في نشر الإسلام. جاء ذلك نتيجة دول أول سطرين في الدرس عندك، وكل الحاجات دي كانت نتيجة موقعها الجغرافي المتميز. تشابهت قرطاجة مع بعض مدن فينيقيا في أنظمتها العسكرية ولا الثقافية ولا السياسية ولا الاجتماعية. بص، الموضوع ملوش علاقة بالعسكرية ولا الثقافية ولا الاجتماعية، الموضوع له علاقة بالسياسية. خلي بالك، هو قالك تشابهت. طيب مستر، لا، لأن فينيقيا كان نظام شبه ديمقراطي وقرطاجة كانت نظام جمهوري. أيوة صحيح، لكن في تشابه ما بين النظامين دول، إن الحكم حكم مقيد غير مطلق. يعني الملك حكمه مش مطلق زي حكم الملك في بلاد مصر مثلا. كان حكمه مطلق في ايده كل حاجة، انما سلطته كانت مقيدة في قرطاجة وفي مدن فينيقيا. تعال ندخل بقى على الأسئلة المقالية. السؤال بيقول لك: مثلت بلاد الشام مصدر اهتمام للمصريين القدماء. ليه بلاد الشام مثلت مصدر اهتمام للمصريين القدماء؟ تعال اقول لك. اولا هكتب حيث كانت تعد خط الدفاع الاول بالنسبة لمصر، لذلك اهتم بتأمينها والسيطرة عليها ملوك مصر، وخصوصا عصر الدولة الحديثة. هو شايف ان هي خط الدفاع الاول بتاعت مصر، عشان كده اهتموا بيها جدا، وخصوصا في عصر الدولة الحديثة. ماشي. بما تفسر نالت مدينة أوغاريت شهرة فنية واقتصادية كبيرة. طيب تعال نمسك السؤال واحدة واحدة. شهرة فنية ليه؟ حيث وجد بها بقايا قصر ضخم زينت أعمدته بالفضة. طب واقتصادية كبيرة؟ حيث كانت بها موانئ تجارية، فيها أهم الموانئ التجارية وفيها بضائع كتير. يبقى كده أنا حليت الجزئين بتوع الشهرة الفنية والاقتصادية. تعال نروح مع بعض على الواجب المنزلي. الفينيقيون أول من سكن الشريط الساحلي الشرقي للبحر المتوسط. ترجع تسمية فينيقيا إلى شهرتها الدينية ولا ثرواتها البحرية، نظامها السياسي ولا نشاطها التجاري؟ طيب هم اتسموا فينيقيون ليه؟ علشان فينيكس كانوا بيطلعوا قواقع لونها أحمر وبيصبغوا بيها الملابس بتاعتهم. طيب
بيطلعوا القواقع دي منين؟ من البحر، يبقى الإجابة هي ثرواتها البحرية. استعصت فينيقيا على سيطرة العراق قديما عليها خلال حكم الدولة الكلدانية نتيجة تحالفاتها العسكرية ولا حصونها وأسوارها؟ على طول حصونها وأسوارها، لأنه ما عرفش يدخل من الأسوار بتاعتها الملك نبوخذ نصر الثاني. يستدل من قدرة الفينيقيين على التصدي للأخطار التي تعرضوا لها من جهة الشرق على تقدمهم في علم إيه؟ سؤال شبه السؤال اللي فات بالظبط، على تقدمهم في علم الهندسة، لأن هم بنوا سور حماهم من الأعداء. أصبح لمصر نفوذ سياسي قوي في سوريا ولبنان خلال عصر، طبعا عصر تحتمس الثالث ورمسيس الثاني كان عصر الدولة الحديثة. طب هو عصر الدولة الحديثة ده فين في الاختيارات؟ هو عصر المجد الحربي. تعددت العوامل الطبيعية التي دفعت الفينيقيون للتوجه نحو البحر. يخرج عنها يعني كل العوامل دي موجودة بس ما عدا عامل واحد، وفرة الأخشاب ولا كثرة التعريج ولا الموقع المتوسط ولا اتساع سهولها؟ طبعا الإجابة هتكون اتساع سهولها، عشان هي عندها الثلاث حاجات دول، عندها خشب وتعريج وموقع متوسط. قارن موضحا أوجه الشبه بين مدينة أوغاريت ومدينة قرطاجة. هايل. هو بيقول لك أوجه الشبه، فتعال نطلع أوجه الشبه. أولا مدينة أوغاريت ومدينة قرطاجة كان في تشابه في سياسيا، نظام حكم غير مطلق. طيب ممكن أقول جغرافيا الاتنين موانئ تطل على البحر المتوسط. ممكن أقول الحاجة الثالثة النشاط الاقتصادي، إن هما الاتنين كانوا بيشتغلوا فين؟ في مجال التجارة، دي كانت أهم حاجة عندهم يعني. أيد صحة العبارة. تميزت مدينة جبيل بتواصلها الحضاري القوي مع مصر علاوة على كونها مركز ثقافي مهم. هنا هنقول الإجابة إن كان في عندهم إن إحنا عثرنا أو عثر بها على تماثيل مصرية وعلى أحجار بها أسماء مصرية، ده بالنسبة للتواصل الحضاري، مع كونها مركز ثقافي مهم، وأيضا عثر بها على أول أبجدية في التاريخ. ماشي، تعال نشوف بقى التقييمات ونبدأ بالمجموعة الأولى. أدرك الفينيقيون أن مصر تمثل أهمية لهم وتعتبر خط دفاع عنهم خلال عصر الدولة الحديثة. ظهر ذلك من خلال مين اللي أدرك؟ مش المصريين، الفينيقيون هم اللي أدركوا في عصر الدولة الحديثة، يبقى مشاركتهم في معركة مجدو مع الملك تحتمس الثالث. نالت مدينة أوغاريت شهرة كبيرة في مجال عمران وتجارة، صناعة، تجارة، زراعة، تجارة، راعي، تجارة. طبعا أوغاريت دايما واحنا بنشرح الدرس فن، عمارة، تجارة، لو ما شفتش درس ممكن ترجع له على القناة. شهدت فترات التاريخ المختلفة مرحلة من التواصل الحضاري بين مصر وبلاد فينيقيا، ولكنها تراجعت في عهد الملك مين؟ مفيش غيره، أمنحتب الرابع اللي هو أخناتون، اللي بس كان بيهتم بالدين وساب السياسة تماما. خضعت بلاد فينيقيا لعدة قوى استعمارية حتى فتحها العرب المسلمون، حيث هنبدأ كده بالإسكندر الأكبر، احتلها الإسكندر، ثم السليوقيون، ثم الرومان، ثم الفتح الإسلامي. بما تفسر سهامة الأحوال الطبيعية لمنطقة الشام في توجه الفينيقيين تجاه البحر. قلنا عشان عندهم 3 حاجات: توافر المواد الخام اللي هي الأخشاب، الموقع الجغرافي المتوسط ما بين الشرق والغرب، وكثرة التعاريج التي ساعدت على إنشاء الموانئ الطبيعية. المجموعة الثانية. خلال حكم الأسرة 19 في مصر توطدت العلاقات بين مصر وفينيقيا عن طريق
الأسرة 19 يبقى بيتكلم عن رمسيس. رمسيس عمل ايه؟ عمل معاهدة سلام، يبقى الاتفاقيات السياسية. جاء اهتمام المصريين القدماء بالسيطرة على بلاد الشام قديما لعدة أهداف يخرج عنها احنا ما كناش هناك علشان نستغل الثروات بتاعتهم، مش ده الهدف عند المصريين، فيخرج عنها استغلال ثروات بلاد الشام. جاء فشل حملة نابليون في احتلال الشام لشدة أسوارها. أي من الآتي فشل في إخضاع فينيقيا لنفس السبب نبوخذ نصر لما فشل إن هو يدخل فينيقيا بسبب أسوارها المنيعة. أيد صحة العبارة تميزت العلاقات الاقتصادية بين مصر وفينيقيا بالاستمرارية خلال فترات التاريخ. هنا أقول له بقى إيه؟ في عصر الدولة القديمة مين قام الملك سنفرو بإرسال بعثة لجلب خشب الأرز. وفي عصر الدولة الحديثة كان هناك اهتمام بالعلاقات الاقتصادية، وأيضا وجود جالية مصرية من التجار في جبيل. تعدد عناصر الحكم في مدن فينيقيا في ظل النظام الجمهوري. ناقش العبارة. طبعا العبارة أصلا خطأ، لأن في ظل النظام شبه ديمقراطي بلاد فينيقيا ما كانش فيها نظام الجمهوري، كان فيها نظام شبه ديمقراطي. طبعا هنا جاوب أقول له إيه؟ حيث كان يساعد الملك الكهنة ومجلس النواب ومجلس الشيوخ. المجموعة الثالثة والأخيرة يستثنى من أسباب توجه الفينيقيون للبحر حروبهم وصراعاتهم. هو بيقول لي يستثنى، مش موجودة. هم عندهم أخشاب، عندهم تعريق كتير، عندهم موقع متوسط. الوحدة السياسية كانت حلم بعيد المنال بالنسبة للمدن الفينيقية الشرقية. أي من الآتي جعل الوحدة مستبعدة بين مدن فينيقيا؟ معتقدات دينية، تدخلات خارجية، أوضاع اقتصادية، مصالح ذاتية. مصالح ذاتية، كل واحد عايز مصلحته، عايز يشتغل في التجارة. احنا مش عايزين بقى نخش في حروب، مش عايزين صراعات، مش عايزين وحدة، فالمصالح الذاتية أهم. سيبنا يا عم نشتغل في التجارة ونسترزق. تعددت العوامل التي أدت إلى نشاط الفينيقيين الاقتصادي. يخرج عن تلك العوامل موقعهم الجغرافي، توافر مياه الأنهار، توافر الموارد الطبيعية، ولا براعتهم في ركوب البحر؟ طبعا الإجابة توافر الأنهار. هم أصلا كان عندهم سهول فيضية ضيقة. أيد لبلاد الشام أهمية كبرى للديانات السماوية، طبعا حيث كانت مهدا للديانتين اليهودية والمسيحية، وساهمت في نشر الإسلام. حدد العلاقة بين إطلاق اسم فينيقيا على ساحل الشام والنشاط الاقتصادي لها. ممكن أقول هنا كان الفينيقيون يستخدمون الكائنات البحرية لصناعة الصبغة حمراء اللون لصبغ ملابسهم، ونتيجة للتواصل بينهم وبين الإغريق أطلقوا عليهم اسم فينيكس، أي الأرض حمراء اللون. بس يا صديقي، ده كده كان السؤال الأخير في تقييمات الأسبوع الثالث. أتمنى تكونوا استفدتوا. شكرا جزيلا وإلى لقاء آخر. السلام عليكم.